اليوم كي تشوف المغرب الميليو تيران تاعهم اللي تزقيولو نتوما سونتينال في الدفاع في الهجوم في كسر اللعب. ماذا قال الإعلام الجزائري؟ آثار أداء المنتخب المغربي اليوم صدمة كبيرة في الإعلام الجزائري. أسود الأطلس أظهروا قوة، تنظيما وروحا قتالية جعلت الجميع في الجزائر يتحدث عن صعوبة مواجهتهم. المغرب أصبح قوة عربية حقيقية، والاختلاف واضح بين فريق مستعد تماما وفريق يبحث عن ذاته، حيث دخل على الخط علي بن شيخ وأدلى بتصرحات لقناة الدوري والكأس وقال: أنا جزائري وأقولها بكل فخر، ما وصل إليه المنتخب المغربي اليوم يبعث السعادة في قلوب كل العرب قبل المغاربة. المغرب أصبح منتخباً يهدد عروش المنتخبات العالمية، ليس في الكلام فقط بل بالأداء والنتائج. فوزهم على جزر القمر هو مجرد بداية، مجرد خطوة أولى في طريق طويل يظهر قوة هذا المنتخب وشخصيته. المنتخب المغربي اليوم يمتلك منظومة متكاملة، فكر واضح، جيل ذهبي، واستمرارية في العمل جعلته يتقدم على كثير من المنتخبات العربية بسنوات ضوئية. هذه ليست مبالغة، هذه حقيقة يراها كل من يتابع كرة القدم بعيون محترفة. وبكل صدق، لا أتمنى أن تواجه الجزائر المنتخب المغربي في الأدوار الإقصائية من كأس العرب.